هو ازاي ايمان غازي عامل منظومه بتخليه ياخد مشاهدات من كل حته ويحولها في الاخر لفلوس وخدمات وعملاء؟ ودي مش هوكس ولا نازل ريل وخلاص، دي خريطه كامله، والاهم ان كل منصه شغاله كمحطه بتسلم للمنصه اللي بعدها. وفي الفيديو ده انا هفكك لك استراتيجيته زي ما هي خطوه بخطوه على مير، ولو انت رائد اعمال او صاحب بيزنس او حتى صانع محتوى هتفهم ازاي تطبق نفس الاستراتيجيه دي عندك. نبتدي باول جزء معانا وهو البودكاست اللي ايمان غازي قدر انه يقدمها. اول حاجه هو ركز ان هو يروح يعمل بودكاستات بمقدمين عندهم نفس نوع الجمهور اللي هو عايز يوصل، وكل ده بيرجع يصب في الايكو سيستم الكامل بتاعه. كان عامل نجاح قوي جدا على السوشيال ميديا، وهو كان عنده ايجنسي متخصصه في مجال اسمه SMMA او اختصار لكلمه سوشيال ميديا ماركتنج ايجنسي، وكان تخصصه ان هو بيساعد اصحاب الشركات والبراندات الكبيره ان هم يبتدوا يعملوا كونتنت وينشروه على السوشيال ميديا، يبدا يعمل لهم اعلانات او ادز عن طريق الكامبينز، او ان هو حتى يعمل لهم مودريشن للصفحه بشكل كامل. فكانت البودكاستات دي اول خطوه هو عملها عشان يساعده ان هو يبني الايكو سيستم الكامل بتاعه. طب الايكو سيستم عباره عن ايه؟ الايكو سيستم هو عكس اللاند بيج. اللاند بيج انت بتعمل اللاند بيج عشان تبيع سيرفيس او خدمه معينه، فانت مجرد ما بتبيع الخدمه بعد فتره اللاند بيج دي بتنتهي وبتبتدي لاند بيج تانية جديده. فاللاند بيج بيموت، انما الايكو سيستم هو دايما شغال ودايما عايش، لانه ببساطه هو الكونتنت اللي انت بتنشره عندك على السوشيال ميديا. اذا افترضنا ان ايمان جاتزي نزل بودكاستات او عمل بودكاستات مع المشاهير دول، فكل الفيديوهات دي موجوده، وكل الفيديوهات دي بتساعده لحد النهارده ان هو يجيب ليدز عن طريقهم، وهتفضل تساعده حتى بعد سنه وسنتين وعشرة ان هو يجيله ليدز عن طريقهم، لان الفيديوهات دي دايما موجوده ودايما بتنتشر ودايما بيجيب مشاهدات جديده، فدايما بتحول المشاهدات دي لعملاء. فخد بالك ان هو قدر يبني الايكو سيستم بتاعه عشان يساعده انه يكسب عملاء حتى لو هو مش شغال، حرفيا هو نايم في البيت هيجي له عملاء. بعد كده هنبدا بقى نقسم المراحل اللي بعدها لثلاث مراحل. اول مرحله معانا وهو ان هو بدا يعمل حاجه اسمها كونتنت ديستريبيوشن، والكونتنت ديستريبيوشن ما كانش موجود قبل ما اندرو تيت يبدا ان هو يكتشف الموضوع ده. بعد ما اندرو تيت ينفذه كان ايمان جاتزي من اوائل الناس اللي بدأوا ان هم يطبقوه في المحتوى بتاعه. فكان الكونتنت ديستريبيوشن باختصار هو ان هو بيفتح اكتر من حساب على اكتر من منصه، فممكن يوصل مع عدد الاكونتس ل 35 حساب في الكونتنت ديستريبيوشن. طبعا بيعمل توزيع للمحتوى، فالمحتوى ده لما بيتوزع حرفيا انت بتبقى متواجد في الفيد بشكل منتشر، لدرجه ان اللي بيعمل لك بلوك على حساب منهم بيتفاجئ ان في حساب تاني منزل نفس الكونتنت بتاعك، فحرفيا بيبقى لك تواجد على السوشيال ميديا بدون اي حدود. فهو عمل نفس الفكره دي مطبقه على نفسه بس بشكل لين شويه، الا وهو ان هو بدا يعمل اكتر من حساب على اكتر من منصه. وهنا نبتدي باول منصه معانا وهي منصه التيك توك. عمل حساب باسم ايمان جاتزي مومنت، عمل حساب باسم ايمان جاتزي موتيفيشن، وحساب باسم ايمان جاتزي كليبس. طبعا انت لو انت خدت بالك هتلاقي ان في حسابات منها كبيره مش صغيره، بتتكلم عن حوالي 431,000، 335,000، 119,000. دي حسابات فرعيه مش الحساب الرئيسي، في حين ان الحساب الرئيسي بتاعه 3.6 مليون وقتها. فلك ان تتخيل ان انتشاره على المنصات اللي انا هذكرها لك دلوقتي قدر يوصله ل 300 مليون ظهور شهريا. 300 مليون فيوز من خلالهم بيقدر يوصل للليدز اللي هو محتاجها عشان يبيع الخدمة او السيرفيس بتاعه. فعن طريق 300 مليون ظهور شهريا ده ساعده ان هو يبدأ يكمل في السيستم ويبدأ ينتشر ويحول الليدز بتاعته لعملاء قادرين يدفعوا سيرفيسز بتوصل ل$1000. تاني منصة معانا وهي كانت اليوتيوب شورت فورم، وهنا هو انه بدأ يعمل 3 حسابات مختلفة على نفس منصة اليوتيوب. وهنا خد بالك من نقطة، اليوتيوب في تريكاية معينة مش بيفهمها الا كبار اليوتيوبرز، الا وهو ان اليوتيوب بيصنفك على حسب نوع الكونتنت اللي انت بتنزله. فاذا افترضنا ان انت بتنزل كونتنت لونج فورم، فبيبدا اليوتيوب يصنفك ان انت قناه لونج فورم، فبالتالي بتبقى الاولويه في الفيوز بتاعك للونج فورم. طب لو انت نشرت فيديوهات شورتس اكتر بكتير من اللونج فورم، اليوتيوب بيصنفك ان انت قناه شورت فورم، فبالتالي بيرفع عنك المشاهدات بتاع الشورتس وبيقلل المشاهدات بتاعت فيديوهات اللونج فورم. فهنا
هو عمل 3 حسابات مختلفة متخصصة فقط في الشورت، ما كانش بينزل عليها فيديوهات لونج فورم خالص، هو بس فتحها عشان ينزل عليها كونتنت شورت. فعمل 3 منصات مختلفة، أو أقصد 3 حسابات مختلفة على منصة اليوتيوب. أول واحدة معانا كانت إيمان جادزي موتيفيشن، تاني واحدة بيست اوف إيمان جادزي، أو تاني واحدة بيست اوف إيمان جادزي، وتالت واحدة إيمان جادزي شورتس. طبعا لو انت خدت بالك هتلاقي ان الاكونتس برضو بتلعب في رينج 100,000 متابع، ده برضو مش الحساب الاصلي. طيب بالنسبة لتالت منصة وهي الانستجرام شورت فورم، عمل 3 حسابات مختلفة غير برضو الحساب الفرعي الأساسي أقصد على الانستجرام، كلهم باسم مختلف. وانت لو انت خدت بالك هتلاقي ان هم كلهم بلا استثناء كان عنده 1 فولوينج فقط، الا وهو ان هو كان بيدخل يعمل فولو للحساب بتاعه الأساسي أو الشخصي. وطبعا هو كان بيبدأ ان هو يشارك أهم اللينكات بتاعته، سواء لينك الصفحة الأساسية بتاعته، وفي نفس الوقت إذا كان عنده بيزنس سايتس خاصة بيه كان بيبدأ إن هو يعمل لها منشن في البايو. فلو أنت خدت بالك هتلاقي إن هو هنا عامل شير للويب والكونسلتنج سايتس. فتخيل إن حسابات فرعية مش حساب أساسي، الحساب منهم عامل أكتر من 1,000,000 متابع، حساب فرعي مش حساب أساسي. طبعا كل ده بيصب مع الحساب الأساسي اللي هو إيمان جادزي 2.5 مليون متابع، ده الحساب الأساسي بتاعه. ونفس النقطة برضه هتلاقيه برضه عامل شير المواقع بتاعه اللي هو الأونر بتاعها زي كونسلتنج وزي الويب. طيب دلوقتي هو عمل 3 حسابات أو 3 منصات مختلفة، نشر على حسابات مختلفة. طيب دلوقتي أنت بتتكلم على إيه القناة الأساسية أو إيه الفانل الأساسية اللي هو بيرمي عليها كل الفيوز دي؟ الإجابة بكل اختصار وهو اليوتيوب. اليوتيوب هنا هو هدفه إن هو يحول الاهتمام والفيوز اللي أنت حققتها من فيديوهات الشورتس لعملاء حقيقيين يبداوا ان هم يفهموا ويكسبوا، يعني يبدا ان هم يثقوا فيك، ويبداوا ان هم من خلال الكونتنت بتاع اليوتيوب يبداوا ان هم يشتروا الخدمه بتاعك. ال 300 مليون زور شهري كل حساب شورت فورم مربوط، وكان بيرجع على حسابه الرئيسي على نفس المنصه. طبعا الحسابات الرئيسيه كلها مربوطه براجع على الفانل الاساسي زي ما اتكلمنا، الا وهو قناه اليوتيوب الرئيسيه. طبعا هو في الاول كان بيقدم كونتنت في مجال الاس ام اي فقط، ده المجال بتاعه زي ما احنا اتفقنا اللي هو كان متخصص فيه واللي قدر من خلاله يوصل ل1 مليون دولار. فبدا ان هو يقدم محتوى في الاس ام اي قبل ما يتوسع ويروح بقى للمحتوى العام اللي الجمهور بتاعه اكبر. لما بدا يتوسع بدا يعمل انواع كونتنت مختلفه تساعده اكتر على الانتشار. فكان من ضمن الكونتنت ان هو بدا يتكلم عن نفسه هو بشكل شخصي، بينزل فيديوهات شخصيه، زي مثلا الفيديو اللي هو نزله اتكلم فيه عن ان هو اشترى عربيه جديده ويطلعها هديه، او الفيديو اللي هو بيتكلم فيه Day in Life of a Young Millionaire in London. الفيديوين دول كان غرضهم ان هو محتوى بيغذي العلاقه مع الجمهور ويقوي الثقه. طيب في فيديوهات تانية مختلفة كان غرضها الانتشار، زي فيديو 7 productivity hacks that made me a millionaire أو 7 AI tools that will make you rich. طبعا الناس كلها مهتمة والشباب كلها مهتمة زي إن هم يبقوا rich، وفي نفس الوقت كلهم مهتمين بال AI tools. فدي حاجات شائعة بيتم البحث عنها في السيرش. هو بيتكلم في مواضيع الناس كلها عندها فضول إنها تعرفها، الناس كلها عندها فضول إنها تفهم أكتر الحياة بتاعتهم عاملة إزاي، فبدأ إن هو يعمل كونتنت المواضيع الرائجة اللي هي جاهزة إنها تنتشر. ده كان محتوى خاص بالنمو فقط. طيب فيديو زي فيديو 7 AI tools، هو لما جه نزل الفيديو كان عامل في الديسكريبشن بتاعه حاجة اسمها بلوك تشين. دي عبارة عن سلسلة فيديوهات بتبقى مترصة ورا بعضها. الغرض إن أول فيديو يكون غرض إن هو ينزل يجيب فيوز عالية، يكون موضوع شائع والناس كلها عندها فضول إنها تفهم أكتر أو بتبحث عنه بشكل متكرر. الفيديوهات دي بيبدأ إن هو يشير بعدها الفيديو تاني في الديسكريبشن. الفيديو التاني بيكون فيديو تكنيكال أكتر، بيبدأ إن هو يسحب الجمهور إن هو يفهم أكتر الشغل اللي هو بيقدمه، يفهم أكتر السيرفيس اللي هو بيقدمها، ويبتدي إن هو يقتنع بالخدمة بتاعته. طب هو اقتنع بالخدمة، ينقله بقى على الفيديوهات التالتة، فيديوهات السيلز بشكل مباشر، يبيع له الخدمة بتاعته ويفهمه إيه اللي ممكن يستفاده من خلالها، وفي نفس الوقت يسهل عليه إن هو ياخد قرار الشراء. ففي الديسكريبشن هنا كان ضايف سلسله فيديوهات ورا بعضها، كل ما بتدخل في فيديو بتلاقي نفسك دخلت على فيديو تاني في الديسكريبشن بتاع الفيديو الجديد، فيوصلك في النهايه لليوتيوب VSL او الفيديو الباقي اللي انا قلت لك عليه. كل ما يعرفش كلمه VSL فهي اختصار لكلمه فيديو سيلز ليسون. فكان الفيديو الاساسي اللي هو الباقي بتاعه عن طريق اللينك اللي موجود عنده في البايو بيبعتهم لللاند بيج بتاعه اللي بيبيع من خلالها الخدمه.
طيب هو دلوقتي بعتهم على اللاند بيج بتاعت ايجنسي اكسلريتور. الهاي تيكت بتاعه الخدمه دي كانت عامله $1000. طبعا زي ما اتكلمنا بيبدا ان هو يعرض عليهم الخدمه الهاي تيكت بتاعه اللي هي سعرها $1000. طب هو دخل اشترى، خلاص كده هو كاش كولكتد، سحب الفلوس الخاصه بالخدمه بتاعته. طب هما ما دفعوش كاش، ما كملوش عمليه الدفع، ما خدوش قرار الشراء، بيقوم سحبهم على موقع خاص بيه اسمه ايجنسي اكسلريتور فلوزي، عباره عن خدمه مصغره اشتراك شهري. اي واحد صاحب شركه او صاحب ايجنسي SMMA محتاجه، بدل ما هو بيعتمد على اكتر من موقع عشان يقدر ان هو يقدم الخدمه، لا بيخليه يعتمد على موقع واحد بس اللي هو فلوزي، ومجمع فيه كل التولز اللي هم محتاجينها. فده باشتراك شهري تقريبا $47، اسهل او ارخص بكثير من الخدمه اللي هي الهاي تيكت بتاعه، ده في حاله ان هم ما تموش عمليه الشراء في البيج الاولى. طيب اذا افترضنا ان هم دخلوا ديسكفري كول، بيبدا ان هو يعرض عليهم حاجه من الاثنين، سواء الشيك اوت اللي هو بتاع السيرفيس كامله، او ان هو يدخلهم في الايجنسي فلوس. في طريقه تانية من طرق الفيديوهات بتاعته، وهو ان هو كان عامل صفحه تانية على اليوتيوب برضه اسمها ايمان جاتزي اكستندد. الهدف من القناه دي ان هو يتكلم بشكل عميق في مجال الاس ام اي فقط. هو بدا ان هو يوجه كلامه في الصفحه دي لاصحاب وكالات الاس ام اي، فهتلاقي ان عدد السبسكرايبرز وقتها كان اقل، وده طبيعي، عن الصفحه الاساسيه بتاعته. الصفحه الاساسيه بتاعته كانت 5 مليون و 200 الف تقريبا متابع، فمقارنه بالصفحه الجديده كانت 74 الف بس. فهو كان محدد نوعيه الجمهور اللي هو عايز يستهدفه عن طريق القناه دي وعن طريق الكونتنت اللي هو بينزله ليهم. فكان منزل محتوى تعليمي ليهم، وبدا في الديسكريبشن بتاعه ان هو يعمل سلسله زي ما احنا اتكلمنا، وبدا بعد كده ان هو يسحبهم لانهم يدخلوا على اللاند بيج اللي يقدروا من خلالها ياخدوا تولز او PDFs تساعدهم في شغلهم، ومن خلالها برضو كان بيجمع الداتا بتاعتهم ويبدا ان هو يشاركها، بعد ما يجمع بيانات العملاء المحتويين يشاركها مع تيم السيلز عشان يقدر ان هو يستهدفه. طيب هو بعد ما بيدخل الايميل بتاعه، بيدخل البيانات بتاعته، اي واحده من الستبس دي او الستبس معانا، وهو ان هو بيخليه يختار كلمه جيت ذا نيتش سيلكشن تول، فبيبعته على التول الاساسيه بتاعته الا وهي فلوزي. ده بشكل مباشر دي التول اللي هو محتاجها. طيب هو مش عايز التول، هو عايز ان هو ياخد الموضوع مع مستوى جديد ويفهم اكتر خبايا مجال الاس ام ام اي. بيديله بقى ايه الخدمه بتاعته اللي هو الديسكفري كول، بيدخله على الديسكفري كول ويبدا ان هو يفهم اكتر عن السيرفيس الكامله اللي هي $1000. طيب هل دي اللاند بيج بس الوحيده اللي هو بيعتمد عليها في فيديوهاته؟ لا، هو كان معتمد على سيرفيس تانية لو تيكت. اذا افترضنا ان هم مش جاهزين العملاء اللي هم هيدخلوا على صفحه الايجنسي اكسلريتور ان هم يشتروا الخدمه دي، ممكن ان هم يشتروا خدمه تانية ارخص في السعر واسهل بالنسبه لهم، وفي نفس الوقت انا اقدر ان انا اكسب اللو تيكت كلاينتس برضه. فكان بيقدم خدمه تانية برضه عن طريق نفس السلسله بتاع الفيديوهات بتاع اليوتيوب، كان بينشر فيديوهات مختلفه، مجرد ما تدخل على فيديو منهم بيبعتك على فيديو جديد لحد ما يبعتك في الاخر للVSL بتاع الخدمه او السيرفيس او اللاند بيج اللي هو هيقدمها لك. وزي ما اتفقنا عمل فيديو سيلز بدأ ان هو يبيع فيه اللاند بيج او الخدمه بتاعت ديجيتال لانش باد. ديجيتال لانش باد سعرها كان تقريبا $37 مانثلي، بشكل شهري بيدفع $37. طيب عن طريق الديجيتال لانش باد قدر ان هو يجمع اكتر من خبير في اكتر من تخصص منصه، وبدا ان هو يقدم السيرفيس دي بسعر زي ما انا اتفقت معاك قليل، بحيث ان هو يعرف يقدمه لاكبر قدر ممكن من الناس. طبعا هنا في الحاله دي كاش كولكتد بشكل مباشر، قدر ان هو يبيع الخدمه الثانيه في اللو تيكت. كده هو ما خسرش عميل، حرفيا هو بيبيع للعميل اللو تيكت، وفي نفس الوقت برضه بيبيع للعميل الهاي تيكت. في سيرفيس لده وفي سيرفيس برضه لده. طيب هل دي بس الاستراتيجيه بتاعته عشان كان يوصل ل $100 مليون؟ بشكل كبير الاستراتيجيه دي لوحدها فعالة، ولكن في جزء تاني في الاستراتيجيه قدر يساعده ان هو يحقق ملايين الدولارات بسبب حاجات بسيطه جدا وقويه جدا جدا، الا وهو ان هو يستهدف منصه اكس ومنصه اليوتيوب. ولكن قبل ما اتكلم في الحته دي، في جزء احنا لسه ما اتكلمناش فيه، الا وهو حته ال الانستجرام. ازاي ان هو قدر ان هو يسحب بصفحته الرئيسيه، ويبدا ان هو بعدها يعمل صفحه انستجرام تانية مخصصه
باسم توك ويز ايمان. الصفحه دي كان الهدف منها ان هو يعمل جمهور مستهدف ومناسب بيبحث تحديدا عن محتوى الوكالات او الايجنسي، زي ما عمل بالظبط في فيديوهات اليوتيوب ورا. لما عمل صفحه يوتيوب مخصصه لاصحاب الايجنسي الاسمري، بدأ برضه يفكر ان هو يعمل لهم صفحه يوتيوب مخصصه برضه ليهم. وهنا الهدف منها ان هو يبدا يبيع الخدمه برضه بتاعته. فسواء هو هيشتغل عن طريق اليوتيوب او يشتغل عن طريق الانستجرام، المنصتين دول من اقوى المنصات اللي تقدر ان انت تجيب منها ليد قويه على السوشيال ميديا. طبعا ده بيختلف عن طريق او من مجال للتاني، بس هنيجي نتكلم بشكل عام. دي من افضل المنصات اللي انت تقدر تعتمد عليها في مبيعات السيرفيس او الخدمه اللي انت بتقدمها. فبدا ان هو يشتغل في الستوريز، وهنا حته الستوريز بصراحه يعني قويه جدا، لان الناس بتفكر ان الستوري اللي هو انا بتصور وبنزل صوره او اكتب عليها كلمه او كابشن، ودي بصراحه بيهدر حق الستوري بشكل كبير، او بيهدر من الستوري بشكل كبير. لان لك ان تتخيل ان معظم، يمكن دي من التكات اللي ممكن مش الكل يعرفها، ولكن بشكل كبير معظم صناع المحتوى بيعتمدوا على الستوريز في المبيعات بشكل كبير جدا. بيعملوا تسلسل الستوري، بيدفعهم او بيدفع اللي يتفرج على الستوري ان هو يدخل ويشتري الخدمه او السيرفيس. فممكن تقول مثلا هو لو بيبيع مثلا كورس، هتلاقي ان 70% جايين من الستوري. في ناس بتوصل للستوريز بتاعتهم ما شاء الله 15 و 30 الف مشاهده. 30 الف مشاهده، انت بتتكلم ان انت ممكن تسحب منهم على الاقل 300 فرد السيرفيس بتاعك، وبرضه على حسب السعر بتاع الخدمه بتاعك. بس بيبقى ولائهم اكبر بكتير من لو فيديو ريل، بيتفرجوا على التسلسل اكتر من ستوري ورا بعض، فبيقتنعوا اكتر بالخدمه بتاعك وبيشوفوا ريزلتس اكتر. ايمان جازي كان من ضمن الشخصيات اللي احنا بدأنا احنا نحلل الستوري بتاعتها، ولقينا ان هو بيشتغل على تسلسل معين في الستوري. بيبتدي مثلا ان هو يسال في كويشن معين، بعد كده بيجاوب على السؤال، بعد كده يبدا يسحبك لان هو يقدم لك السيرفيس بتاعته اللي هي هتساعدك في السؤال اللي انت اصلا سالته. وفي بعض الحالات مش بيبقى في شخص معين بعينه هو اللي سال السؤال، في بعض الاحيان هو بينزل الكويشن وبيجي يسال لنفسه سؤال معين خاص بالسيرفيس بتاعته، فبيجي يعرض في الاخر السيرفيس بتاعته. طبعا دي واحده من التمبلتس اللي كان بيستخدمها. نفس النظام ده ونفس السيستم ده انا اتفاجئت ان هو برضه بيتطبق على اكتر من مثلا محتوى تاني زي اليكس هرموزي. فهم عندهم تسلسل معين في الستوريز بيقدر ان هو يساعدهم في ان هم يحققوا مبيعات عن طريق الستوريز بتاعتهم. طبعا اللي بيدخل في الدي ام بيعلق بكلمه معينه او بيعمل اي حاجه عشان يحصل على الخدمه اللي هم اتكلموا عنها، بيبعتوا بشكل مباشر على المانيشات بروسيس، والمانيشات بروسيس بتساعده ان هو يعمل كاش كولكتد وبيجمع الفلوس للسيرفيس بتاعته. طبعا نفس اللي حصل هنا هيتسحب برضو على نفس اللاند بيجز اللي تحت، سواء انت بتتكلم على الايجنسي اكسلريتور اللي هي الهاي تيكت او الديجيتال لانش باد اللي هي اللو تيكت. كل دول برضو بتبعت ليدز عن طريق الانستجرام. طيب تاني مرحله بقى معانا، وهو ان هو فكر ان هو يقدم منتجات باسمه. طبعا هو بنى ثقه كبيره، في ناس كتيره بتعتبره مرجع ليها، فبدا يفكر طب ما انا ممكن اعمل براندات خاصه بيا تدفع الناس ان هم يشتروها، ودي حرفيا فري ماني، انا مش طبعا في حاجه. فعمل اول براند بالنسبه له، وكان بيعتمد على منصه اكس في ان هو يبيع المنتج ده. هو ما كانش عنده بقى في منصه اكس اكتر من حساب، مش الوضع ما كانش زي باقي المنصات، خاصه ان منصه اكس مش بتعتمد على الانتشار زي باقي منصات التواصل. لو احنا اتكلمنا على انستجرام، اتكلمنا على تيك توك، هنلاقي الانتشار بتاعها بشكل مباشر. لو انت عندك كونتنت قوي هينتشر معك. طب منصة اكس عايزة انك تتفاعل مع ناس من نفس المحتوى بتاعك، تدخل عندهم وتتفاعل بشكل متكرر بشكل دايم، تعمل لنفسك على الاقل نص ساعة كده يوميا بدخل اتفاعل مع الاكونتس اللي موجودة على منصة اكس. ده اللي بيساعد في رفع الانتشار. فكان منصة اكس وضع معاه مختلف شوية، قدر من خلالها ان هو يبيع المنتجات بتاعته ويسوق لها، بس كان ده مش الكونتنت طبعا الاساسي طبعا بتاعه، ولكن كان بيعمل اكتر كونتنت في تطوير الذات او تحفيز. وده طبعا بيبقى ماشي ومتناسق مع استراتيجيته العامه للمحتوى. طبعا مش هيعمل كونتنت كله باقي، كان بيعمل كونتنت خاص عن اللايف ستايل بتاعه، بيتكلم عن كلام تحفيزي، بيتكلم عن البيزنس بشكل عام. وفي وسط الكونتنت بتاعه كان بيبدا ان هو يعرض المنتجات بتاعته زي ما انت شايف هنا كده في البيج داي. دي البراند بتاعه، كان بيعرض صورة. الناس بتشوف البوستات وبتدخل على اللينك تضغط، وسريعا بتفهم ان بيج داي جزء من اللايف ستايل لإيمان جازي.
فده بيحرك جواهم رغبة ان هم يبقوا مرتبطين باللايف ستايل ده ويكونوا جزء منه. طبعا انا مش عايز ان انا كون ان انا ذكرت حته منصه اكس ان التفاعل بس بيكون عن طريق التفاعل مع ناس من نفس المجال ان دي الطريقه الوحيده. خد بالك ان دايما المنصات بيبقى في بينها زي ميكانيزم كده. انا عندي على اليوتيوب سي 100,000 متابع، فانا حطيت لينك منصه الانستجرام بتاعي. طبيعي ان الناس اللي في اليوتيوب هتحب انها تتابعني على الانستجرام. الكاميرا فصلت، اضطريت ان انا اعيد تصوير تاني. هنكمل من النقطه اللي احنا وقفنا فيها. كنا بنتكلم على منصه اكس. زي ما اتفقنا ان منصه اكس قدر ان هو من خلالها ينزل محتوى تحفيزي، كان في دلوقتي يتكلم عن اللايف ستايل بتاعه، ويبدا بعد كده ان هو يسوق للبراندز بتاعته. طبعا اللي بيضغط على اللينك او بيبقى مهتم بالمنتج بيدخل بيروح على صفحه البيج داي او اللاند بيج بتاعت البيج داي، بيقدر ان هو يشتري المنتج من خلاله. طب لو هو هل هي دي بس المنصه الوحيده اللي بيبعت ليدز من خلالها لصفحه البيج دي؟ لا طبعا، هو عنده منصه تانية على اليوتيوب او صفحه تانية على اليوتيوب باسم ايمان جادزي انسكريبت. الصفحه دي غرضها ان هي بس تنزل كونتنت تقرب الناس اكتر من ايمان جادزي. صفحه خاصه بالمحتوى العفوي اكتر، لايف ستايل خاصه بيه، بيبدا من خلالها ان هو يعرض المنتجات بتاعته. طبعا زي ما انت شايف في الفيديوهات بتاعته بدأ ان هو يجيب الاسماء بتاع المنتج بتاعه. بيج داي زي ما انت شايف هنا، برضو بيج داي، هنا غازي، ديان براند او دين براند نظارات، كلها اللي هي لينكات شراء موجوده تحت الفيديو في الديسكريبشن. فاللي بيضغط على اللينك بيروح بشكل تلقائي على المنصه او الصفحه بتاعت بيع النظارات او البراند بتاعه. طيب هل في صفحات تانية أو لينكات تانية موجودة في اليوتيوب؟ في اليوتيوب طبعا موجود صفحة اللاند بيج بتاع جادزي. طبعا اللي هيجي يضغط هنا على الفيديوهات دي بيلاقي في الديسكريبشن تحت لينكات خاصة برضه بالمنتج في اللاند بيج، فبيبعتوا على صفحة البيج داي. فده السيستم اللي هو بدأ إن هو يستهدفه عشان يوصل لأول 100 مليون دولار في حياته. السيستم ده على الرغم من إنه هو كبير ومعقد، إلا إنه هو ما عملهوش في شهر واحد، خد منه وقت، مجهود. مكانش عمره يقدر إنه يطلع فجأة مرة واحدة ويصور الكم ده كله من الكونتنت إلا لما يكون مجهز المراحل ال3 بشكل مناسب. طبعا لما أجي أتكلم عن المراحل ال3، فأول مرحلة تبتدي فيها لما تيجي تقول إن أنا هشتغل كونتنت هي فيديوهات الريلز. لأن فيديوهات الريلز باختصار أسهل في التصوير، أسرع في التصوير، في نفس الوقت بتساعدك على ان انت تنتشر وتتشاف بشكل سريع. تقدر من خلالها ان انت تبتدي ببداية قوية، تعمل كونتنت، تبدأ تفهم ازاي تقف قدام الكاميرا، وبعد كده لما تتطور في الكونتنت او الصفحة الاساسية بتاعتك على المنصات بتاعت الريلز، تبدأ تعمل كونتنت على اليوتيوب يبدأ ان هو يسحب مشاهدين او الفيوز من منصات الريلز ويبدأ يحولهم لعملاء عندهم لويال ليك. فمنصة اليوتيوب بعد ما تعمل عليها كونتنت يقدر ان هو يتغطى في فيديوهات كونتنت ديستريبيوشن، وانا بتكلم معاك في ما لا يقل عن 30-40 فيديو على اليوتيوب ينزلوا، تقدر من خلالهم ان انت تعمل نشر للكونتنت ده كونتنت ديستريبيوشن، وتعمل لكل منصه ليك سواء انستجرام او تيك توك او حتى ميتا ان انت تعمل كونتنت ديستريبيوشن، وكل منصه منهم ليها 3 حسابات مختلفه، وتقدر انك تعمل انتشار حقيقي عن طريق الفيديوهات اللي انت عملتها على اليوتيوب. طبعا دي كلها رحله محتاجه حد يكون ماشي معاك خطوه بخطوه. فاذا انت مهتم ان احنا نساعدك تاخد الخطوات دي بشكل done for you service، تقدر تتواصل معنا عن طريق الانستجرام حالا وتبعت لنا في الدي ام كلمه سكيل. طيب لو انت حابب ان احنا نحلل استراتيجيات اكتر، اكتب لنا تحت في التعليقات مين اللي انت تحب ان احنا نحلل استراتيجيته، وان شاء الله نحلل استراتيجيته الفيديو الجاي. دايما افتكر الكونتنت ما بينتهيش، الكونتنت مستمر، الكونتنت بيكبر معاك، الكونتنت له ايكو سيستم. اهتم بالكونتنت، اديله وقته، وهتكبر مع مرور الوقت. وافتكر دايما ان انت ايا كان الرقم اللي انت هتوصل له كمتابعين هيفضل موجود دايما معاك. مش زي الادز تعمل حمله موضوع بينتهي، لا، انت هتسيب المتابعين اللي عندك على 20,000 متابع، هترجع هتلاقي 20,000 متابع بعد 10 سنين. لو سبتهم 100,000 متابع هترجع تلاقي 100,000 متابع بعد 10 سنين. انت عندك ارض صلبه تقدر من خلالها انت تسوق للبيزنس بتاعك، وتقدر عن طريق الماشين كونتنت ان انت تحول المشاهد بتاعك لعميل عنده لويالتي كبيره ليك وللبيزنس بتاعك. وهنا تعالى نختصر مع بعض ايه اللي انت محتاج تطبقه بعد ما اتفرجت على الاستراتيجيه كامله.
اول حاجه تختار منصه واحده تكون هي الاساسيه بتاعك، وهي دي اللي هيجي عليها كل الليدز. وهنا يفضل انك تختار يوتيوب او انستجرام، وبعدها هتفتح 3 حسابات على 3 منصات مختلفه، هتنشر تيك توك، هتنشر ريلز، وهتنشر شورتس. كلهم يرجعوا الليدز للصفحه الاساسيه او البيج الاساسيه عندك، وهي اليوتيوب او الانستجرام. وركز انك تظبط صفحه الانستجرام بتاعتك، خلي فيها باي واضح وتفاصيل واضحه وهايلايتس فيها اوفر او ريزلتس حقيقيه، وسي تي اي يدفعهم ان هم يعلقوا ويبداوا ان هم يطلبوا الخدمه او العرض اللي انت بتقدمه. اعمل فيديو يوتيوب بشكل اسبوعي او على الاقل 10 ايام، فيديو واحد قوي بيقفل وبيبني لك مصداقيه وقوه وتاثير على جمهور. الخلاصه ان ايمان مش بيكسب علشان عنده منصه واحده قويه، هو بيكسب لانه عنده سيستم واضح، وكل ده مربوط ببعضه زي ما شفت بالظبط على الخريطه. قول لي تحب نحلل استراتيجيه مين الفيديو الجاي في الكومنت، ولو انت مهتم انك تظبط حسابك على الانستجرام اتفرج على الفيديو اللي موجود تحت في الديسكريبشن او اللي ظهر قدامك ده.